قصتنا النهارده رحلة لعالم الجن، يعني حاجة كده مليانة بالغموض وتكاد تكون أقرب إلى الواقع، والله أعلى وأعلم إن ممكن أحداث زي اللي هنحكيها دي تكون بتحصل وإحنا مش عارفين عنها حاجة كده يعني أشبه بمسلسل المداح، بس في اختلاف كبير ما بينهم. قبل بداية الفيديو حابب أعرفكم بنفسي، أنا أحمد شكر ودي قناتي فانتوم بقدم عليها محتوى عن الرعب والإثارة والتشويق، ولو أنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد أنا بنزله، وصدقني كل قصة أنا بنزلها بتكون مليانة أحداث وحاجات كتير دسمة أنت هتحبها، يعني لو بعمل إعلان لجبنة مش هقول كلمة دسمة دي بس اتس أوكي عادي يعني. المهم بقى احنا 850 مشترك عايزين نكسر ال1000 ده بقى كده يعني، عايزين نكسر الرقم ده ونوصل كده لل100,000 ولا حاجة، نستلم الدرع بقى وشهيصة والكلام الجميل ده كله بقى. ندخل بقى في قصتنا، بس عاوزك الأول كده تجيب السناكس بتاعك والهاند فري بتاعتك وتقعد في مكان هادي خالص، وعاوزك كمان تضلم المكان اللي انت فيه وتقعد كده وتسترخي عشان عايزك تتعمق في كل تفاصيل القصة. كان في شاب اسمه عمرو في منتصف العشرينات وطموح جدا لأبعد درجة انت ممكن تتخيلها، لكنه غرق في بحر اليأس بسبب حالته المادية السيئة اللي هو وصل لها. كان كل حلمه ان هو يتجوز البنت اللي بيحبها من قلبه ندى، بنت بسيطة زيها زيه، لكن أوضاعه المادية هي اللي سدت كل الأبواب اللي قدامه. مفيش شغل ومفيش فلوس والديون بدأت تتراكم عليه. كان كل مرة بيروح يكلم أسرة ندى ويحاول يفهمهم ظروفه، بس للأسف هو كان كل مرة بيترفض وبيتحرج. مرة وهو ماشي في الشارع بيفكر ازاي هيحل مشكلته، لقى كلب مرمي على جنب الطريق. حالته كانت سيئة جدا، لا هو تقريبا كان بيموت. حس انه ما يقدرش يسيب الكلب في الحالة دي. هو صحيح ما فيش فلوس يجيب حتى اكل لنفسه، بس ضميره ما يسمحلوش ان هو يعدي ويسيب الكلب بالشكل ده مهما كان في الاول وفي الاخر بيروح. شاله وراح بيه على البيت، لكن الكلب كان محتاج علاج ضروري لان كانت حالته اشبه بالميت. قرر يستلف فلوس من صاحبه محمود اللي كان واقف جنبه دايما رغم ظروفه. استلف منه شوية فلوس واشترى للكلب الدواء اللي كان محتاجه، وفضل يعالجه لمدة اسبوع كامل. هو تقريبا ما كانش بيعمل اي حاجة غير انه يهتم بالكلب ده بس، ينضف له على الجرح بتاعه ويأكله بإيده ويشربه ويقعد جنبه ويهتم بيه. بعد أسبوع صحة الكلب بدأت تتحسن ورجع يتحرك وياكل من تاني لوحده. وفي ليلة هادية عمرو كان قاعد جنب الكلب كده وبيكلمه بحنية، على أساس إن الحيوانات اللي زي الكلب والقطة يعني بيفهموا الحنية والإحساس الجميل اللي نابع مننا رايح ليه. قعد يتكلم مع الكلب ويقول له أهو يا صاحبي صحتك الحمد لله رجعت بقى، وأنا محتاج شغل عشان نلاقي لقمة عيش ونعرف ناكل وكده. الكلب بص له بنظرة غريبة كأن في حاجة مش طبيعية. فجأة الكلب رد عليه بصوت بشري: شكرا يا عمرو، انت عملت معايا اللي محدش كان هيعمله. عمرو اتفزع ووقع من على الكرسي. هو انت ايه؟ ازاي يعني؟ انت ازاي بتتكلم؟ هو اكيد انا نايم يا اما بهلو. الكلب ضحك ضحكه هاديه: ايوه انا مش مجرد كلب، وانا جن من قبيله قويه جدا، وكنت في العالم البشري بتاعكم بتجول فيه، بس تعبت فجاه وما لقيتش حد يلحق، وللاسف ما كانش ينفع حد من القبيله بتاعتي هو اللي يجي لي، كان لازم حد من البشر هو اللي يتدخل. حظك الجميل انت يا عمرو اللي اتدخلت وانقذتني، انت ساعدتني وانا مدين ليك بحياتي. عمرو كان مصدوم جدا، كان واقف بعيد. يعني انت اكيد بتهزر، يعني ايه جن وظاهر له جن وبيتكلم معايا في هيئه كلب؟ الكلب قرب منه بهدوء وقال له ما تقلقش، مفيش حاجه تخوف. قابلت لما سمعت باللي انت عملته معايا فرحت وقررت ان هي تكافئك، فتعالى معايا عشان احقق لك كل ما تتمنى. عمرو حس بخوف بس كان عنده فضول، اللي هو انا ازاي هاجي معاه. الكلب لمس الارض بمخالبه وفجاه الارض اتفتحت كانها باب سري لعالم تحت الارض. نور ساطع جه من فتحه تحت الارض، والكلب قال له تعالى هنروح للعالم بتاعي. عمرو مع الرغم من انه خايف بس مشي مع الكلب لانه شايف ان مفيش اي حاجه يخسرها، فمشي وراه ونزل في النور الغريب ده. لما وصل للعالم التاني حرفيا كانت كل حاجه حواليه بتلمع، عالم مليان بالذهب والاحجار الكريمه. الجن حواليه اشكالهم مختلفه ومرعبه، بس نظرتهم مش عدائيه خالص. واحد من الجن الكبار قال بصوت عميق: يا عمرو انت انقذت واحد مننا، مقابل العمل العظيم اللي انت عملته ده قبيلتنا كلها قررت انها تكافئك. عمرو مش مصدق اللي بيشوفه، بس قلب تردد كده: انا نفسي في فلوس عشان اعرف اتجوز البنت اللي انا بحبها ندى. الجن ضحك وقال له ده طلب بسيط وانت تستحق اكتر من كده. وفجأة الارض تحت رجلين عمرو بدأت تتلمع بالذهب، كميات ذهب بتطلع من الارض وبتتحول لمجوهرات وفلوس، وكل حاجة عمرو كان محتاجها بقت حواليه. ورجع عمرو للعالم بتاعنا عالم البشر وهو معاه ثروة لا تعد ولا تحصى. حياته اتغيرت تماما ودفع ديونه وبقى مبسوط جدا واتجوز البنت اللي بيحبها
بقى وكانوا فرحانين. لكن رغم كل الفلوس اللي جمعها دي كان عنده سر قلقه دايما، سر انه شاف عالم الجن، وكان خايف ان اليوم اللي طلب فيه مساعده من الكائنات دي اليوم ده يترد له ويكون ليه ثمن. وبعد ما عدى اكتر من شهر على حياه عمرو، كل حاجه حرفيا في حياته كانت مثاليه. اتجوز البنت اللي بيحبها وحياته بقت مرفهه، من بيوت لاملاك لعربيات اخر موديل لحاجات كتير انت تتخيلها وما تتخيلهاش رفاهيه. لكن جواه شعور مش مريح، خوف لابعد الحدود، خوف من اليوم اللي الجن هيطلب فيه ثمن اللي عمله له. بدا عمرو يلاحظ حاجات غريبه بتحصل حواليه، كانت حاجات صغيره في الاول، همسات بالليل، ظلال لكائنات غريبه في الاوضه، لكن مع الوقت الامور بقت اوضح اكتر. وفي ليله من الليالي وهو نايم سمع صوت زئير بصوت عالي جاي من قلب البيت. صحي عمرو بسرعه يدور على مصدر الصوت، لكن للاسف هو ما لقاش اي حاجه. عمرو رجع لسريره وهو مش مرتاح، لكنه فضل يبرر الامور في دماغه، اكيد تعب او توتر من الشغل، اكيد الفلوس الكتير بيجي معاهم تعب ومجهود وضغوطات. لكن الليله دي كانت مجرد بدايه، كل يوم الامور كانت بتزيد سوء، بيبان بتقفل وتفتح لوحدها، المرايات بتتكسر بدون سبب. في ليله من الليالي وهو قاعد في اوضه مكتبه بيحاول انه يفضي دماغه من كل اللي بيحصل، يلاقي نفس الكلب اللي ظهر له قبل كده ظهر له تاني. الكلب بصله بنظره بارده وقال له بصوت عميق: وقت الحساب جه يا عمرو وهو مرعوب منه: انت وعدتني ان مفيش اي حاجه هتحصل ولا تاذيني. الكلب ضحك ضحكه مخيفه وقال له: انا ما قلتلكش انك مش هتدفع ثمن اللي حصل، انت طلبت الفلوس وكلنا ساعدناك، بس دلوقتي جه الوقت انك ترد فيه الجميل. عمرو حس بالخوف والذعر منه، رد الجميل ازاي يعني؟ انتوا عايزين مني ايه؟ الكلب قال بصوت عميق: روحك يا عمرو، روحك هي اللي هتنقذني. في اللحظه دي البيت كله بدا يهتز والجدران بدات تتشقق، انوار حواليه بدات تضل، ظهرت اشباح وارواح شريره بتحيط بيه من كل زاويه في المكان. عمرو حاول يهرب لكن للاسف الارض اتفتحت وبدا يسقط في ظلام دامس، لقى نفسه في العالم اللي زاره مع الكلب اول مره. بس هو المره دي ما كانش فيه دهب ولا مجوهرات، المره دي كان فيه نار واصوات صرخات لناس غريبه. الجن الكبير اللي ظهر قدامه قبل كده وكلمه ظهر له تاني وقال له: انت نسيت ان كل حاجه ليها تمن يا عمرو، الثروه اللي اديناها لك كانت مجرد فخ ليك، ودلوقتي روحك هتبقى ملكنا. عمرو صرخ بكل قوته وحاول يستنجد باي حد، لكن للاسف لا حياه لمن تنادي، كان وحيد ومحاط بعالم الجن اللي مش ممكن يخرج منه. في العالم بتاعنا العالم البشري ندى صحي تلاقي عمرو ملهوش اي اثر في البيت، اختفى واختفت معاه كل حاجه، وكان كل اللي فاضل من ذكراه هي صوره ليه باهته في المرايه، صورته وهي بتتحلل ببطء كانه حياته انتهت في لحظه. والقصه دي استوقفني منها قصه فيلم الانس والنمس لمحمد هنيدي لما عمل حادثه والدم بتاعه جه على الجنيه. الجنيه هي برضه كانت في العالم البشري بتاعنا بتتجول فيه، وراح لعالمهم وفعلا كانوا بيلبوا له كل طلباته، بس في الاخر هم كانوا مصرين ان هو يموت لانه شافهم وعرفهم على الحقيقه. الاسطوره اللي انتشرت بعد اختفاء عمرو ان كان لازم اللي يتعامل مع الجن انه يدفع الثمن مهما كانت الظروف. وبكده نكون وصلنا لنهايه قصتنا، فلو القصه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير مع صاحبك اللي بيحب قصص الرعب، وكمان شاركوني رايكم في الكومنتات. وكمان لو انتوا حابين تتكلموا معايا في اي حاجه هسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي في الديسكربشن تحت الفيديو، واستنوني في فيديوهات تانية جديده. سلام.